السلام عليكم، صباح الخير، صباح الهنا، صباح الفل عليكم. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشين كتير كتير. هعمل معاكم روتين النهارده بقى في الشغل كده، وقلت إيه بقالي شهر يا ولاد كنت تعبانه، وقمت قايله بقى العياده كده، كنت يعني بنضفها كده تنظيفه سطحيه كل يوم. مش عارفه بقى انا الصوره بتاعتي مش واضحه في الفيديو اوي، لما المهم معلنا ان انا بصور نفسي يا ولاد. طلعت البت هبه صاحبتي فوق، قالت تعالي صوريني يا هبه. لقيتها تعبانه والله، يا ربي ربنا يروق لها حالها، يروق لها بالها يا رب، هي وكل البنات وكل الحلوين اللي زيها يا رب. بمناسبة هبة بقى، هبة دي بصوا يا ولاد والله العظيم حد طيب كده وجميل، انا بحبها قوي قوي يعني. بصوا بنوتة كده عسولة وحلوة وعلى فطرتها كده، وأدب واحترام وذوق وكل حاجة حلوة. ربنا يا رب يبارك لك يا هبة، ويروق لك حالك ويروق لك بالك يا رب، اللهم امين. المهم بقى ايه، فالعيادة انا كنت بنضفها كل يوم تنظيفة سطحية كده بقى، وقمت قايلة بقى النهاردة لا يا زوز، ده لازم امسك العيادة انكتها كده من اولها لاخرها كده، واشقلبها بقى ايه، شوية يمين وشوية شمال وشوية فوق وشوية تحت، المهم اشقلب العيادة وانضفها كده تنظيفة حلوة. كنت انا امبارح يا اولاد عقمت الادوات اصلا قبل ما امشي امبارح بالليل. انت عشان ان شاء الله انا ناويه على التنظيفه دي من بالليل. اقوم بقى كده ايه ساعه ما اجي العياده، امسك بقى العياده، يبقاش ورايا الا ترويق العياده، اقوم ماسكاها مروقاها كده ومنضفاها كده. ربنا يا رب يروق لكم حالكم ويروق لكم بالكم يا رب، اللهم امين. كل حاجه شايفين يا ولاد، حقنه البنج ده انا بقيت من التعب اللي انا شفته بقيت اشوف حقنة البنج ده يا ولاد، والله العظيم اتعب والجرح يوجعني من كتر ما انا خدت حقن بنج. يعني بص تخيلوا في العملية ده انا خدت حوالي 10 حقن بنج، مثلا قولوا 15 زغة او 20 زغة بالحقنة دي. يعني كنت في كل جلسة بس في تنظيف الجرح كنت باخد لي 3 زغات كده ولا 4 بالحقنة الواحدة. علشان ايه، كان في وجع صعب في الفك كله. كان حقنة البنج الدكتور بيقسمها كده في الفك. ربنا يا رب يعافيكم يا رب، ويا رب محد يشوف اللي انا شفته ولا اللي انا كنت فيه يا رب العالمين. المهم بقى ايه، حتى يا ولاد شايفين شكلي لسه تعبان ازاي وعينيا دبلانه. المهم بقى ايه، ان شاء الله كده ربنا يروق الحال وارجع تاني كويسه كده زي الاول واحسن كمان، بدعواتكم يا ولاد والله. إيه، لازم نحب اي حاجة احنا بنعملها واي وضع احنا فيه علشان نرضى، علشان الرضا اهم حاجة. انت عايز تعيش سعيد، عيش راضي بحياتك وبعيشتك وباللي ربنا قسمهولك. المهم بقى ايه، لميت بقى كل حاجة. ما كان الدكتور امبارح اللي كان شغال كان عنده عملية في الاخر، واشتلت بقى كله كده، حطيته في الباسكت، في الكيس بتاع الزبالة ده ولاد، وبمسكه بس اطلعه قدام العيادة، والبواب بيجي ياخده بقى بيرمي، ملناش دعوة بيه. وفي برضه كيس احمر للنفايات الطبية بيتحط فيه بقى اللي هو المكان حقن البنج والامبولات بتاع البنج والمفارش اللي هو الدكتور بيشتغل على اي حاجة خاصة يعني بالشغل بتاع الدكتور، بالشغل الطبي، بتتحط في باسكت النفايات الحمراء. عشان في شركة بتاعت نفايات مخصصة كده بتيجي تاخد النفايات الطبية دي يا ولاد، ويودونا بتاع اسمه وصل كده، ان هم جم يعني وكده. وعلبة برضو مخصصة للي هي للإبر، أي حاجة إبر بتتحط فيها، مش بتترمى برضو لا في الزبالة ولا في باسكت النفايات، عشان حرام يا ولاد. وشركة النفايات برضو هي اللي بتيجي تاخد. فكل حاجة بنظام وكل حاجة معمول حسابها. ربنا يا رب يروق لكم الحال كده ويخليكم ليا يا ولاد، بحبكم كتير. آه، همسك بقى كل العيادة من جوه. بصوا مسكتها لمعتها وعقمتها كلها ما سبتش فيها فسفوساية الا وعقمتها. اه والله. إيه، بمناسبة يا ولاد بقى الصحاب وكده، انا عايزة اقول لكم حاجة والله العظيم بجد احلى حاجة في الدنيا. بصوا الصحوبية يعني، الصاحب ساعات بيبقى الصاحب اقرب ليك من اخوك، او اقرب ليك من اختك. لان انا عندي صحاب بقول لكم ايه، من وانا في الاعدادي عندي صحابي لسه معايا لغايه دلوقتي، في الثانوي صحابي معايا لسه معايا لغايه دلوقتي. يعني بصوا، بالذات الفتره اللي انتوا كنتوا فيها وانتوا صغيرين بتبقى
يعني مش الصاحب بتبقى صحوبية خالصة، يعني ما فيهاش بقى مصالح ولا فيها اي حاجة. ودلوقتي برضه الحمد لله يا رب، الحمد لله كل ما اروح مكان بشتغل فيه بطلع منه بشوية صحاب كده حلوين. فدول فعلا اللي بيهونوا علينا الحياة، واللي بيهونوا علينا الشغل، وبيهونوا علينا كل حاجة يعني. والله العظيم بصوا، يعني هرجع واقول لكم ان انتوا لازم تحبوا من قلبكم وعيشوا الحياة كده ببساطتها بعفويتها بكل حاجة حلوة فيها، هتلاقوا الدنيا حلوة. والله يا ولاد، لان الايام بجد دلوقتي بقت صعبة، يعني بقت صعبة فعلا. كل حاجة بتلاقي ان حاسة ان الناس، يعني من كتر اللي انا بشوفه واللي انا بشوفه في العيادة، والناس بتقعد تتكلم وبتقعد تتكلم بقى وتشكي همومها لبعض ومش عارفه ايه، وانا ببقى قاعدة كده اسمع. لا بقول والله العظيم الناس فعلا مضغوطة الأيام دي، مضغوطة مضغوطة. يعني ربنا يا رب كده يروق للناس كلها يا رب، ويروق بال الناس كلها يا رب. ما تعرفوش بقى الناس مضغوطة من ايه يعني. فلازم بقى الناس تهون على بعضها. فكل واحد يبدأ بنفسه. انت ما تستناش مثلا اختك تسأل ما تستنيش اختك تسأل عليكي، او اخوك يسأل عليكي، او مامتك تسأل عليكي، او ابن عمك يسأل عليكي، او بنت خالك تسأل عليكي. اسألي انت الاول، ابدأي بنفسك. انت ابدأي بنفسك، هم برضه هيسألوا عليكي. يعني ما تستنيش. طب ما هم ممكن يكون هم مشغولين، او ممكن يكون حد فيهم عنده ظروف، او ممكن يكون فيهم. والدنيا صعبة، الدنيا دلوقتي يا دوب كل واحد ماشي ببيته وعياله وحياته، يعني ماشي كده الحمد لله، مش ماديا بس، لا، ماديا ونفسيا ومعنويا وكل حاجة. فانت لازم تبدأ بنفسك. إيه، ما انتش عارف الطرف التاني ده ظروفه ايه، ولا عنده ايه، ولا في ايه. لا، ابدأوا بنفسكم وحبوا بعض ورجعوا الود تاني واسألوا على بعض، واسألوا على اخواتكم، واسألوا على اصحابكم، واسألوا على حبايبكم، واسألوا على مامتكم وباباكم. والله العظيم يعني بصوا، سامحوا وحبوا بعض، وهتلاقوا الدنيا حلوة. والله صدقوني، لان الدنيا فعلا ما تساويش حاجة. والله الدنيا ما تساويش حاجة الا الكلمة الحلوة بس والصورة الطيبة. وبعدين انتوا اولاد بقى مقصرين معايا في الفيديوهات، عايزاكم كده تسيبوا لي يا اولاد، كل حد فيكم يسيب له 200 تعليق تحت الفيديو يا اولاد، وتحطوا لايك للفيديو. حاضر يا عمو يا بتاع بتباقي مش عارفه اصلا. هو انا سمعت اللي ب2 جنيه في حاجه، معقول ب2 جنيه لسه؟ المهم مش عارفه هو بيبيع ايه. فبقول لكم بقى يا اولاد، كنت اقول لكم ايه، ارفعوا الفيديوهات بقى معايا يا اولاد. انا لسه لي بس لو 2 بس انتسبوا في القناه، ابقى خلاص حققت الشرط الرابع بقى يا اولاد. فشدوا حيلكم كده معايا. لو اللي مش هتنتسبوا حتى حطوا لايك للفيديو، وهو سيبوا لي تعليقات كتير تحت الفيديو يا اولاد، واعملوا مشاركه للفيديو، واشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس. المهم بقى ايه، مسكت بقى، روقت العيادة كلها خالص خالص، وظبطتها كده ولمعتها وعقمتها. والخمار بتاعي كده كانت فك. قمت ايه لما ارشق الدبوس كده، وجيت ارشق الدبوس قمت راشقه في كتفي. ما علينا ما علينا، يا رب الدبوس ده يترشق في عين اي حد يبص لي بصه وحشه، ولا يبص لعيالي، ولا يبص لحياتي، ولا يقر عليا. بصوا هتموتوا مفروسين مفروسين مني كده، مفروسين. إيه، المهم بقى، وقولوا لي رايكم في التعليقات، انا تصويري احسن ولا تصوير هبه؟ شايفين انا جايبه لكم العياده، واهم حاجه العياده. انا مش مهم، اهم حاجه العياده. المهم بقى يا اولاد، قولوا لي في التعليقات بقى، انا تصويري الاحسن ولا تصوير البنت هبه يا اولاد؟ بس كده بقى. والنهارده يا اولاد كنت قلت لكم ايه، كنت بقول لكم ايه يا اولاد، نسيت والله. هو انا بقول ايه؟ هو انتوا فهمتوا حاجه من الفيديو؟ المهم بقى ايه، سيبولي بقى تعليقات كتير تحت الفيديو يا اولاد كده، وشجعوني بقى علشان القناة تحقق ربح بقى. بصوا انا شكلي هموت يا اولاد قبل ما القناة تحقق الربح يا اولاد. وبصوا عايزة احس بثمرة تعبي يا اولاد. انا كنت ايوان شاطرة يا زوزة، برافو عليكي. بان انا نسيت ان انا بصور
ورفعت العباية. ايوه شايفاكم دلوقتي موطيين تحت التليفون كده عشان تشوفوا العباية اترفعت لغاية فين. شايفاك وعارفاك ونيتكم سود. إيه، معيبي يا ولاد ان انا بنسى نفسي والله، عفوية وتلقائية بطريقة رهيبة ما تتخيلوهاش. فممكن ساعات بنسى نفسي كده وانسى ان انا بصور، وممكن تلاقوني رفعت النقاب، رفعت العباية، اي حاجة بقى انتوا وحظكم. المهم بقى ايه، هستنى منكم بقى التعليقات كتير تحت الفيديو، وتسيبوا لي لايك، والسلام عليكم.